الذي وضع أجنحته على هضبة المقدم ودمروا الجامع الأزهر وما حوله ودخلوا الأزهر بخيولهم. نحن لا ننسى هذا التاريخ ولكنه راسخ في قلوبنا وفي نفوسنا. هنا نصرة لإخواننا في مالي، وإذا اعتدى العدو الكافر على مسلم من المسلمين أصبح فرضا عينيا على جميع المسلمين في كل مكان، كل يدفع بما يستطيع. هذا الفرض مثل الصلاة مثل الصيام أصبح واجبا متعينا في أعناقنا جميعا. على هؤلاء الفرنسيين أن يعودوا لعقولهم، وإن كان منهم عقلاء يمنعوا قادتهم، ونحن على مر العصور هم يعرفون قتال المسلمين. كنا دائما أقل عددا وعدة، ولكن دائما كان النصر معنا، إنما النصر من عند الله ونحن لا نخشاه. نبلغهم رسالة من هنا أننا نحب الموت كما يحبون الحياة. الله أكبر الله أكبر. اللهم يا رب العالمين يا منزل الكتاب يا مجري السحاب، اللهم عليك بهؤلاء الكفار. فقد عادوا بعبادك المسلمين من كل مكان. اللهم انصر عبادك المؤمنين في كل مكان. اللهم زلزلهم. هذه الوقفة لابد فيها من إخلاص النية لله تبارك وتعالى. المسألة الثانية ان احنا في هذه الوقفة جايين نعترض وننفذ ونهاجم بكل ما نستطيع بآليات التعبير السلمي موقف فرنسا الصليبي من التدخل في مالي والحرب الصليبية التي يمارس فيها الفرنسيين القتل لاخواننا المسلمين هناك، وللاسف الشديد بدعم من اموال المسلمين في الخليج. فاحنا عايزين نحقق الوقفة دي. الوقفة اللي احنا واقفينها دي مش هتحقق مرضها. وانا كلمت مدير الامن دلوقتي قلت له اللي انت بتعمله دلوقتي ده حظر تجول ليس من حقك ولا من حق وزير الداخليه ولا من حق الرئيس محمد مرسي، لانه لا توجد حاله طوارئ يسمح لك بحظر تجول في شارع ملك للشعب ومرفق عام. الرجل تكلم بكل وضوح على انه هل يضمن سلميه الوقوف امام السفاره من المتظاهرين، وألا يندس أحد في وسط المتظاهرين، لأنه يضمن أن غالبية الناس لها حق السلم بالتعبير عن رأيها، لكنه يخشى من اندساس أحد داخل المتظاهرين بحيث أنه هو يقوم بأي عمل من أعمال اللي هي تضر وقفتنا وتضر المظهر. احنا عايزين نبعت رسالة النهاردة لفرنسا والعالم الغربي كله أنكم أنتم الهمج، أنتم الإرهاب. أنتم فرنسا هي الهمجية، فرنسا هي الإرهاب، فرنسا هي العنف، فرنسا هي اللا إنسانية.